صباح الخير أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير بصحة وسلامة. اليوم راح نعمل أكلة اللي هي من الأكلات المصراوية المعروفة اللي تنعمل في الشتاء فقط. ليش؟ لأن اليقطين بس موجود في فصل الشتاء، إضافة أنه هي أكلة كثير مفيدة ولذيذة جدا. الأشياء اللي راح نحتاجها اللي هي اليقطين، أو إحنا بالموصل نسميه قرع الجبل، وعندنا حزمة معدنوس وبصل والسلق، شدة سلق، حزمة أو حزمة سلق. طبعا أنا هون حتى مشان ما يصير الفيديو كثير طويل، هون أنا عم أسلق اللحمة مشان الكبة. طبعا مجرد سلق مع بصل، وتحطين ملح وفلفل أسود فقط، ما تحتاج أكثر من هذا. وهون في الطنجرة راح نخلي لحم نسلقه حتى نعمل فيه الشوربة تبعت اليقطين والمواد الأخرى اللي راح نضيفها كلها في القدر. طبعا هون أنا قطعت البصل، كانوا 5 بصلات تقريبا، راح أضيفهم إلى مرقة اللحم. طبعا راح أقطع أيضا البقدونس والسلق، أقطعهم بس بعدين راح أضيفهم مو الآن، طبعا بعد ما نغسلهم أكيد. واليقطين أيضا قشرته وراح أقطعه بعد إلى قطع أصغر ونضيفه بعدين. طبعا مثل ما تلاحظون قطعت اليقطين، انتي حسب ما تحبين تقطعي بهالطريقة أصغر، انتي حسب ما تحبين قطعي. طبعا بعد ما غسلناه أكيد راح أخليه هون في الطنجرة حتى ينسلق. طبعا ما تتركيه فترة طويلة، احنا ما نريده كثير مهروس، بس تحسي هيك انطبخ كويس يعني مليح، تشيلي على طول. يعني بالأخير احنا راح نرجعه مرة ثانية إلى داخل الطنجرة. شوفوا هاي خرجته من المرق من المي لأنه استوى. احنا ما نريده كثير يستوي، يصير بعدين ينهرس وهيك. شوفوا كيف صارت هيك متماسكة وبنفس الوقت مستوية. الآن راح أخلي البقدونس، فرمته طبعا بهذا الشكل. طبعا الملح أنا خليته عشان ما تقولوا ما حطيتي ملح، خليت أنا الملح. ملح. طبعا راح أخلي أيضا السلق أيضا فرمته بهذا الشكل مثل ما تلاحظون، يعني حتى تشوفون يعني كيف مفروم هالشكل. طبعا هو راح ينطبخ وتشوفون شلون يصير. اتركه إلى أن ينطبخ ونكمل بقية المكونات. هاي طبعا مثل ما تلاحظون كيف صارت الشوربة تبعته بهاي الشكل. طبعا راح نضيف الآن عصير ليمون، أنا عملت تقريبا 4 ليمونات، وراح نضيف سكر. طبعا إذا ما عندك ليمون فيك تستخدمي حامض الليمون، أو إحنا نسميه بالموصل الليمون ديزي. طبعا على جنب عملت رز نقعته بالمي، وراح نكسره شوي، وهذا آخر شيء نضيفه حتى الشوربة شوية تكون سميكة يعني. وطبعا آخر شيء راح نغلي الكبة في داخل الشوربة. راح أضيف عصير الليمون والسكر. طبعا السكر انتي راح تضيفين هاي الأشياء وتذوقين الطعم. احنا نريده حامض حلو، لا هو حلو كثير ولا حامض كثير، حامض حلو. واحدة، هاي 2، ونذوق ونشوف إذا يحتاج حامض أو يحتاج سكر
انت تقدرين تضيفين. انت بدي تغلي المرقة، راح نخلي الكباب حتى يغلون. بسم الله. طبعا نتركها إلى أن تغلي الكباب وتستوي، وبين فترة وفترة شوي نحركها. شوفوا ما شاء الله الكبة من تطوف على الوش يعني معناته انه الكبة استوت. طبعا هي ما تحتاج لا يعني فقط 10 دقائق. طبعا راح نرجع القرع الى داخل احنا لين طلعناه حتى ما يستوي كثير وينهرس، هيك يكون مستوي. كمان طبعا هذا الشكل النهائي للحام الكبة. شوفوا ما شاء الله. طبعا أهم شي هيك وبعدين كبة والقرع ونذوق. بسم الله. طعم شي مو طبيعي، والجو برد عندنا كثير يعني وقته بالضبط. طبعا القرع كثير طيب أيضا. والكبة إذا عجبتكم أكلاتي ووصفاتي يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، وأحب أشوف تعليقاتكم الجميلة. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو تحبون أكل أعمل لكم إياها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. أشوفكم بخير وصحة وسلامة. سلام.